لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا رب، يا رب توب علينا يا رب، إذا كنا من المغضوب عليهم أو كنا من الضالين. آمين يا رب، آمين. ضالين إيه بس يا ماما؟ أعوذ بالله. أمال الخيبة بالويبة اللي احنا فيها دي، واللي لازقة في قفانا ومش عايزة تسيبنا وتروح لحد، ليه؟ خيبة إيه بس يا ماما؟ ربنا يشفيك يا بنتي، ربنا يشفيكي ويخفف عنك. يخفف عني من إيه؟ ضربة العين اللي رشقت فيكي وصابتك ولا حد سمع عليكي يا ضنايا. وعين مين بقى؟ هقول ايه يا ربي؟ مكتوب عليا اتألم ولا اتكلم. لا يا ماما، اتفضلي اتكلمي براحتك. عايزة تقولي ايه؟ انا نفسي افهم، هما طردوكي من شغلك ليه؟ قلتلك يا ماما محدش طردني، انا سبت الشغل بمزاجي. بمزاجك؟ والله يا ماما، وبدور دلوقتي على شغل تاني. الله، وتدوري على شغل تاني وتالت ليه؟ ما انت كنتي فرحانة بالشغل وحباه. زهقت منه. زهقتي ليه؟ من غير سبب كده. ربنا نور بصيرتي، خلاني اعيد حساباتي في حياتي. مش عايزه اضيع عمري في اوهام، لازم افكر بعقل. مش عايزه اضيع اكتر من كده. تضيعي؟ يا بنت انا مش فاهمه كلامك يا بنت، انت عماله تتكلمي بالالغاز ومش مطمنه لك ابدا. اطمني يا ماما، ان شاء الله ربنا هيوفقني واشوف شغلانه احسن بكتير. يا بنت ارحميني وفهميني يا بنت. افهمك ايه يا ماما؟ كرهت الشغل ليه؟ ما كرهتوش. امال سبتيه ليه؟ ما منوش فايده، ملوش مستقبل. الله، طب كنت استني لما تلاقي لك شغلانه تانية وبعدين ابقي سيبيه. ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش يا بنت؟ لازم اعمل ستوب. ايه ستوب؟ ايوه يا ماما، واقفه مع نفسي اعيد حساباتي بدل ما اضيع. تضيعي يا مصيبتي؟ ما تفهميني يا بنت. يا ماما، ما هو الشغل اللي ملوش مستقبل يبقى ضياع، وسيبيني بقى في حالي. لا، ده الحكايه كده فيها إن ايوه، وربنا يعيننا. يا ناس ارحموني، قدروا موقفي، راعوا ازمتي، ساعدوني في محنتي. ايه يا بنت مالك انت رخر؟ يا ماما وطوا صوتكم، مش قادره اركز، مش عارفه احفظ، مش طايله انجح. ايوه يا اختي، اتصلبطي. اتصلبط على مين يا ماما؟ دي ثانويه عامه، ما يقدرش عليها غير ربنا. والله ما يقدر عليكي غير ربنا. بيت ما تتلككيش، خدي كتبك واطلعي يلا ذاكري في الروف فوق، مش عايزه قلب الدماغ. قولي بس يا ماما، هي طنط نور ما قالتش هترجع امتى من اسكندريه هي وسراج؟ يا سلام يا اختي، وحشتك قوي طنط نور، مش قادره على بعدها يوم. بصراحه يا ماما، البيت من غيرها ناقص حاجه. ناقص ايه يا اختي؟ ناقص سيفيلايزيشن. ايه؟ في ايه؟ لايزيشن. يعني ايه؟ يعني حضاره، رقي، هدوء وتفاهم. طب غوري بقى من وشي لحسن اخبطك بالبظه على ام دماغك، اسيح دمك النهارده. اوه ماي جاد، اكفينا شر كونفيوجن. ايه؟ معلش يا ماما، ما تاخديش في بالك. لا بقى افهم، دي قالت ايه بالظبط؟ هي يعني ما تقصدش حاجه، تقصد ربنا يكفينا شر الزعل، الخناق. طب وايه يعني؟ طب ما تقولها بالعربي. ما انا يا ماما لو قلتها بالعربي هنتخانق. اهو ده اللي خدناه من عمتكم، الجنان وعوجة اللسان. قرف. الفيسيلايزيشن يا اختي، عوجة لسان البيت كله بلا هم. عيشة سودا يا اختي. اهمدي واخرسي يا ست، انت احسن لك. نو، انا مش ست. مش ست؟ امال انت ايه؟ انا الدكتوره نور شمس الاصيل. نور شمس الاصيل؟ انت هتغني عليا يا متهمه انت؟ نو، انا مش متهمه. الكلام ده تقوليه قدام السيد وكيل النيابه لما تتعرضي عليه انت والبنات المجرمات دول. دول
كانوش مجرمات، دول هم اللي بلغوا عن العصابة. يا ستي احنا ما بلغناش عن حد. شطب، انتوا اللي بلغتوا عن العصابة يا ستوبيد. بلغنا مين؟ بلغتوني انا. يا ستي احنا لا نعرفك ولا عمرنا شفناكي. شطب، انا هفهمكم بعدين، بطلوا غباوة يا ستوبيد. عايزه تفهمينا ايه؟ انتوا عايزين تروحوا بيوتكم ولا تروحوا في السجن؟ لا طبعا عايزين نروح عشان احنا ما بنحبش السجن. ما تفهمينا انت مين يا ست انت؟ انا اللي ربنا بعتني ليكوا عشان انقذ حياتكم ومستقبلكم. انت مين؟ شطب، انا هفهمكم كل حاجة يا ستوبيد. بليز لو سمحت اندهلي البيج اوفيسر. بوليس؟ ما احنا في اسم البوليس، اندهلك مين؟ البيج اوفيسر فايد. فايد بيه فريد. يس هو ده، اندهله بسرعة. اندهلك السيد رئيس المباحث شخصيا؟ يس قول له يجي هنا بسرعة. وكمان عايزاه يجي هنا بسرعة؟ ده انت باين عليكي بقيتي مناخوليا خالص. قول له الدكتورة نور شمس هو يعرفني. لا، محسن بيه الوكيل بتاعه هو الموجود، اللي قبض عليكي انت وشوية البنات دول. تحب ازعق له؟ No I don't like him. هم؟ ها؟ نعم. انا عايزة فايد شخصيا. زمان هو على وصول، جاي جاي جاي. بليز اول ما يوصل قول له الدكتورة نور شمس عايزاك. حاضر من عينيا الاتنين، بس انت تهمدي كده وتهدى اعصابك، وان شاء الله ربنا هياخد بيدك ويشفيك. انا الدكتورة نور شمس، ما يصحش اتحبس هنا ابدا. not logic. كوجيك باي. حد فيكم يعرف الست اللي قبضوا عليها معانا دي تبقى مين؟ انا ولا عمري شفتها. لا شفتها وعارفها كويس. انا وانا كمان. ياضنا هي دي الست اللي كانت ساكنه في الشاليه اللي جنبنا. لا يا شيخ مش واخد بالي. مش هي دي اللي كانت عاجباك وكنت بتسقم عليها؟ انا ما سقمتش. لا سقمت. فهموني ايه اللي حصل بينكوا وبين الست دي يا حيوان انت وهو. انا ولا عمري شفتها ولا عمري بصيت عليها. ولا انا. لا انت بصيت. وايه يعني بصيت؟ ما كل الناس بتبص. اهي بصيتك دي جابتها الارض. ما انت واد نحس. انا نحس. افتكروها معانا قبضوا عليها. هما مين اللي افتكروها يا معلم روجا؟ معرفش. مش بتقول افتكروها معانا؟ ايوه. مين اللي افتكروها؟ اللي افتكرونا. ومين اللي فكرهم بينا؟ ما عنديش فكرة. جاتكوا خيبة. الولية دي مرشدة بوليس وكانت بتراقبكوا يا خيبة. طب وهتراقبنا ليه يعني؟ مفيش مراقبة من غير بلاغ. يا نهار اسود، مين بقى اللي بلغ عننا؟ حلاوتك حد فينا طبعا. اعوذ بالله، هو مين ده وانا اذبحه وادهن بدمه الحيطان؟ قلبك ابيض قوي يا معلم روجا. هو في معلم غيرك يا رورو بيه؟ مسير الحقيقة تبان وهنعرف الشهم من الجبان. الله يخرب بيت الجبان. وكل واحد هياخد حقه. اه الشهم على الراس هنرفعه والجبان هنسلخه ونقطعه. دونت وري، ما تخافوش، انتوا مش متهمين. ايوه امال احنا ايه؟ وقبضوا علينا ليه؟ انتوا شهود. شهود على مين؟ على المجرمين اللي استغلوا ظروفكم الصعبة لخدمة مصالحهم الشخصية الدارتي. ايوه بس احنا انتوا فيكتيمز، ضحايا، مع انكم تستاهلوا قطع رقبتكم. قطع رقبتنا؟ يس، لانكم فولش، ارادتكم ضعيفة واخلاقكم زفت. غصب عننا. ما احنا قلنا لك ظروفنا. نو، مهما كانت ظروفنا صعبة لازم نتغلب عليها ونواجهها. ايوه بس نواجهها ازاي يعني؟ بالإيمان بالله وقوة الإرادة، مش بالانحراف والفساد والانتحار بالمخدرات. يا ريتنا نموت ونرتاح. ما انتوا شور هتموتوا بس مش هتكونوا مرتاحين كمان، لأنكم بتنتحروا، بتموتوا روحكم بإيديكم، وربنا ما يحبش اللي يموتوا كده. ليه؟ علشان الموت لازم يكون بأمره هو، مش بإيدينا احنا يا ستوبيد.
طب احنا بقى مش عايزين نعيش. ايوه احنا نفسنا نموت. خلاص ادعوا ربنا ياخدكم. خدنا يا رب. مور كمان. خدنا يا رب. فيري جود. دلوقتي كده تعيشوا مرتاحين. مش مرتاحين؟ يس، عشان بقى عندكم في امل. امل في ايه؟ في الموت. ما هو الانسان مش ممكن يعيش من غير امل. امل؟ حتى لو كان الامل ده هو الموت. Why you laughing؟ بتضحكوا على ايه؟ لا مؤاخذة يعني. هو حضرتك بتضربي؟ اضرب مين؟ يعني ليكي في الصنف يعني. صنف ايه؟ يعني بتتعاطي مكيفات زينا؟ نو. امال كلامك مهوبز ليه؟ مهوبز؟ يعني حبة فوق وحبة تحت. وات؟ مهيس يعني ملوش ظابط. واي؟ اصل يعني مفيش حد يتمنى الموت يعني. لا مش دي رغبتكم؟ ايوه. You must wait. لازم تنتظروا. ننتظر ايه؟ البرميشن. بيرميشن؟ يس، لما ربنا يأذن ويحقق املكم ويبعت لكم الاوردر وياخدكم. كلام مجانين بس معقول. انتوا مفيش في بيوتكم ميررز؟ ميررز؟ يعني ما عندكمش مراية في البيت؟ طبعا عندنا مرايات في البيت. طيب ما حاولتوش تبصوا لروحكم في المراية وتشوفوا قد ايه انتوا حلوين وزي القمر؟ احنا حلوين؟ طبعا، كلكم حيوية، انرجي. انرجي؟ يس، اتخلقت للحياة مش للموت. لكن يا خسارة مخكم ديرتي. مخنا ديرتي؟ يس but don't worry، انا هتصرف. هتتصرفي في ايه؟ هغسله وانضفه واخليه برايت. هو ايه ده اللي تخليه برايت؟ مخكوا يا ستيوبيد. باين عليكي طيبة قوي يا مدام. ما تقوليليش يا مدام، I am طنط نور. ماشي يا طنط نور، بس تسمعوا كلامي، تنفذوا اللي هقول لكم عليه. ها؟ حاضر يا مدام. نو، طنط نور. حاضر يا طنط نور. طيب مع السلامة. أنا يا فندم المهندس الزراعي ضياء منير. نورت يا فندم. أنا بس من فضلك كنت عاوز أقابل السيد رئيس المباحث. تحت أمرك. حضرتك؟ أنا المقدم محسن حسنين، وكيل إدارة المباحث. يلزم خدمة؟ أهلا وسهلا يا فندم. بصراحة أنا أصلي رحت أزور عمتي في أوتيل النيل، قالوا لي إن المباحث قبضت عليها. عمتك مين؟ الدكتورة نور شمس الأصيل يا فندم. وإيه المطلوب؟ ممكن أعرف بس بعد إذنك يعني هي مقبوض عليها ليه؟ عشان بتتاجر في المخدرات. مخدرات؟ مخدرات إيه يا فندم؟ مش عارف مخدرات يعني إيه؟ لا يا فندم ما أقصدش، بس أكيد يعني حصل خطأ. خطأ؟ خطأ في إيه بقى؟ خطأ في إجراءات القبض عليها. حضرتك هتعلمنا شغلنا؟ لا يا فندم أنا ما أقصدش، بس أكيد يعني في غلط لأنها دكتورة ومحترمة. محترمة ولا مش محترمة كله هيبان في التحقيق. تحقيق؟ تحقيق إيه يا فندم؟ جري يا أستاذ، أنت هتناقشني؟ لا يا فندم ما أقصدش، أنا آسف. طيب ممكن أشوفها؟ حاليا مش ممكن. الله، ليه بس؟ من غير ليه؟ كل متهم بقى من حقه إنه يشوف المحامي بتاعه ويتكلم معاه. وهو أنت محامي يا باشمهندس؟ أنا هجيب محامي حالا. يا ستي كفايه تقل، ردي عليه وريحيه بقى. مالكيش دعوه انتي، خليكي في مذاكرتك. هو انا عارفه اذاكر؟ من ايه بقى؟ من صوت الموبايل بتاعك، دي 10 مره يرن في خلال ربع ساعه، عامل لي قلق، مش عارفه اذاكر، مش قادره احفظ. بطلي تعلقي غبائك في المذاكره على كل شماعه شويه. طيب ممكن اسال سؤال؟ لا، انا مش ناقصه قلب الدماغ. ياه، هو قالب دماغك للدرجه دي؟ هو مين ده اللي قالب دماغي؟ العشق. اتلمي بلاش قله ادب. عشق ايه يا قليله الحياه؟ عشق الهم والنكد والاكتئاب. وبعدين معاكي بقى، انا مش فايقالك. يا دي المصيبه، تبقي وقعتي في شبكه الادمان. ادمان ايه يا بت انتي؟
ادمان البلاك لاف، الحب الكئيب، وده اوحش واسخف انواع الحب. قلتلك بلاش قلة حياة. قلة حياة ده ايه؟ احنا بندرس الحب في الفلسفة. الحب في الفلسفة حاجة تانية. طب ايه هي الحاجة الأولى؟ الحاجة الأولى في ايه يا بنتي؟ في فلسفة الحب يا آنسة. الحب ملوش فلسفة. ليه بقى؟ لأننا بنحب بقلوبنا مش بعقولنا، وده أصعب حاجة في الحب. هي دي الفلسفة، اديني أكتر. هديكي في دماغك، اديكي ايه تاني؟ اديني في الواضح المفيد، زهقت من كلام الثانوية العامة. طب روحي ذاكري انتي. طب ردي عليه. مش رد. عشان خاطري. وانتي مالك؟ طب عشان خاطر ربنا. يا بنتي حرام عليكي، ما تحملينيش ذنوب. كفري عن ذنوبك وردي عليه. استغفر الله العظيم يا رب. ردي. طيب. الو. لو كنت فاكره ان اللي بينا انتهى بالسهوله دي تبقي غلطانه يا انسه. هو انا ايه اضيع عمري كله عشان خاطرك بعد كده تسيبيني؟ ده بعدك. لا مفيش حاجه هتفرق بينا بقى غير الموت. فاهم يعني ايه الموت؟ يعني هقتلك وهقتل نفسي. انت ساكته ليه؟ ما تردي. عاوزني اقول لك ايه؟ تقولي لي رقم عمتك عشان اتصل بيها واروح اقابلها. اقابلها ليه؟ عشان اخد رايها في ظروف حياتنا المهببه دي، ولو هي بقى استاذه في علم النفس والاجتماع زي ما انت بتقولي توريني شطارتها وتقول لي نعمل ايه في حياتنا وسننا المهببه وعيشتنا زي الطين دي. طين وهباب يا اختي، كوانين مالها اول ولا اخر، ما اناش عارفه اجيبها منين ولا اوديها فين. يا اختي اسكتي يا نوسه، اسكتي يا اختي، يا قلبي يا كتاكت، يا ما انت شارب وساكت. يا اختي مكتوب عليا اتألم ولا اتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. طيب يا نوسه يا اختي، هبقى اكلمك بعدين يا اختي، تصبحي على خير يا نور عيني. هو انت ما بتشبعيش رغي في التليفونات ابدا؟ بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكه. انت كنت فين لغايه دلوقتي؟ هكون فين يعني؟ كنت في الشغل طبعا. شغل ايه لغايه الساعه 1 بالليل دي؟ ايوه توابع شغل. توابع شغل. حصل زلزال عنيف بين 2 مديرين اداره عندي ومسكوا في بعض. مسكوا في بعض؟ ايوه انا بقى سبتهم يطحنوا في بعض وما خليتش حد يحوشهم. ما خليتش حد يحوشهم؟ طب ليه؟ متضايق منهم، نفسي اطحنهم واضربهم هما الاتنين. عشان كده سبتهم يطحنوا في بعض وانا واقف اتفرج. تتفرج؟ ايوه لغايه ما سيحوا دم بعض قمت واخدهم بره الشغل. واخدهم على فين؟ على فين ايه؟ على الاسعاف طبعا. عالجتهم وصالحتهم. غلط، ما يصحش كده. هو ايه اللي غلط؟ تصالحهم ليه؟ دول كان لازم يتقدموا للتحقيق ويتعاقبوا عقوبة قانونية. لا، عقوبة القانون فيها حنية. ديتها ايه يعني؟ لفت نظر ها ولا خاص؟ انا سبتهم يعكوا ببعض ويطحنوا ببعض عشان يتأدبوا بجد. الله، دي تبقى امور بلطجة. هنفضل لحد امتى مؤدبين ومتخلفين؟ لازم نساير الحضارة العالمية ونستفيد من أصول الحداثة والتجديد علشان نتطور. يا سلام، نتطور ازاي يعني؟ يبقى ازاي التطور ده؟ يس، ونبقى ثيران. انت لسانك اتعوج كمان، البركة فيها. هي مين دي؟ اختك بتاعت امريكا. انا مش عارف هي مش نازلالك من زور ليه. انا مالي ومالها يا اخويا عشان تنزل لي من زور ولا من ودن؟ انا قلت حاجه؟ انا محكوم عليا اتألم ولا اتكلم. ايه ده؟ تتألمي من ايه؟ من التجديد والحداثه. انا خايفه والله لا نتطور على ايدها ونبقى يعني لا 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 لا، هنا المعنى يختلف. اشمعنى؟ لان حداثه اختي نابعه من قلب طيب، هدفه الحب والخير، لا بتكره حد ولا بتفتش ورا حد. ربنا يخلي لك اختك يا اخوي ويخليكي ليا يا أوسة. طيب قوم احضر لك العشاء. بس على شرط. ايه؟ تاكلي معايا
وبعد العشاء يا اخويا طول بالك ما تتسرعش. ليه؟ انا خايفه لما الاقيش في التلاجة اكل يكفينا احنا الاتنين. اخص اهو ده عيبه. قول عشان عليك يا رب، وشوف اوسه هتاكلك ايه. عشان عليك يا رب وكلك بركه يا اوسه. كله من خيرك يا سبع. سبع؟ ايوه، مش انت سبع البيت؟ هو الواد عداكي ولا ايه؟ واد مين؟ ابنك سراج الزلنطحي. عداني بايه؟ لغته الخنفشاريه واسلوبه المتهنكش. طب الخنفشاريه وانا عارفاها، انما اسلوبه المتهنكش دي يعني ايه؟ يا ستي ما تدقيش على الواحده بقى، اهي طلعت مني كده. والله ما حد متهنكش غيرك كده اهو. انا متهنكش؟ متهنكش يعني ايه؟ انا ايش عرفني؟ ما تسال روحك يا ست وكيل الوزاره. تصوري الظاهر الواد سراج عداني. عداك؟ كلام كتير من الهنجصه اللي بيقولها بقى بيتردد على لساني. هنجصه؟ يعني ايه هنجصه؟ ما تدقيش على الواحده بقى، وحاولي تلاقي معنى للكلمه اللي تسمعيها عشان تتعلمي اللغه. لغه ايه دي؟ لغه العصر الحديث ومفرداتها العشوائيه. يلا بقى روحي هاتي العشاء نتعشى. يا راجل انت جرالك ايه الليله دي يا راجل؟ قومي يلا روحي. اديني قايمه اهو. جهزي لنا العشاء على ما اكلم اختي نور في اسكندريه واطمن عليها. الله، هي راحت اسكندريه ليه صحيح؟ ما انا قلت لك راحت تستلم طرد من المينا جاي لها من امريكا. طرد ايه؟ الظاهر فيه كتب. كتب؟ هي ناقصه كتب يا اوسه، اختي استاذه عالمه في تخصصها، لازم تطلع على كل جديد. طب خدت سراجها ابنك معاه ليه؟ نعم، عايزانا اسيبها تسافر اسكندريه لوحدها علشان تتوه. يا سلام، دي التوه دي تتوه بلد. لا تتوه فين؟ في دهاليز المينا وتلافيف الاجراءات الحكوميه، وهي مش متعوده على كده. طب ما خدتش ضيه معاها ليه سراج بالذات؟ سراج حرك ومطقطق ويسلكها. سلكها من ايه بقى ان شاء الله؟ من رزاله الروتين وسخافه المخلصين. يا اخويا احنا ما صدقنا الواد يكن ويذاكر. سلام، يعني هي جت من يوم ولا يومين. يلا روحي هاتي العشاء، هاتي يا منعشة حياتي. طيب اديني رايحه اهو. يلا بقى بسرعه ما تضيعيش وقت. سيبني اوعى يا اختي. 012 الو. انا اسف، ظهر انا اخطأت في الرقم المطلوب. لا الرقم صحيح. انت عايز مين؟ عايز الدكتورة نور شمس الأصيل. نقول لها مين حضرتك؟ قول لها أخوكي. اسمك ايه؟ ايه اسمك ايه دي؟ هو تحقيق معايا حضرتك؟ روح قول لها أخوكي على التليفون. ثم حضرتك مين أساسا؟ معاك كبريت؟ انا المقدم محسن حسنين وكيل إدارة المباحث. مباحث؟ مباحث ايه كفل الشر؟ اسكت يا أوس خليني أسمع. اختك نور شمس الأصيل مقبوض عليها في الاسم عندنا. أختي مقبوض عليها عندكم في الاسم؟ يا لهوي، مقبوض عليها في الاسم؟ قلت لك اسكتي. مقبوضة عليها ليه وعشان ايه؟ عشان بتتاجر في المخدرات. أختي بتتاجر في المخدرات؟ يا لهوي، اختك بتتاجر في المخدرات؟ ابني فين يا منير؟ قلت لك اسكتي خليني اسمع. تسمع ايه بعد اللي سمعته؟ انا عايزه ابني. وديت ابني فين؟ ما انا مش هعرف اسمع وانا واقف جنبك. يا حبيبي يا ابني يا سراج، انت ايه يا ماما؟ في ايه؟ عمتكم مالها؟ مقبوض عليها في الاسم. ليه؟ بتتاجر في المخدرات. مخدرات؟ هاو كده بقى اعدام. اهدى يا سلام يا مسا الليل على شمس الاصيل. ازيك يا بياض؟ ازيك يا جميل؟ انت فين؟ بالك وانت مش ظاهر في القهوه. معلش مشغول شويه. ايه؟ لقيت شغل؟ لا. يبقى مشغول في ندوات الحزب اكيد. يا عم انا بطلت اروح مقر الحزب ده نهائي. ليه؟
كله جعجعه ما منوش فايده، لا بتحل مشاكل ولا بتفك ازمات. ايوه يا اخي، بس يجب ان يكون لك موقفا سياسيا. صح، انا معاك، بس بعدين مش دلوقتي. امال امتى يعني؟ ولا ده وقته كمان. روح لما يبقى لنا وضع اجتماعي ونقدر نكسب ثمن اللقمه اللي بناكلها في بيوت اهالينا، نبقى نفكر في الموقف السياسي بتاعك ده. لا 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 لا، انا لا اوافقك يا سيدي الفاضل. موقفك السياسي هو الذي سيحدد بالتبعيه وضعك الاجتماعي في منظومتنا العامه. لا بقول لك ايه، انت بالك طويل ولسانك دينامو. دينامو يعني بيولد نقاش وكلام مرغي، وانا دماغي مش رايقه. صحيح. ده مالك كده عمال تبص يمين وشمال، في ايه؟ انت بتدور على حد؟ بدور على محامي. محامي؟ يجي معايا الاسم يخلص لي مشكله. ايه هي المشكله؟ قلت لك لا عندي استعداد ولا وقت للرغي، انا عايز محامي. يا ابني ما هو انا محامي، انت ناسي ان انا خريج حقوق؟ يا عم انت لسه فاكر؟ فاكر ايه؟ فاكر حاجه من القانون اللي انت درسته؟ ده ايه السؤال الغريب ده يا اخي؟ ما انت بقالك 5 سنين راكن وقاعد على القهوه. فهمني بس مشكلتك ايه؟ طب اسمع، انت معاك كارنيه نقابه المحامين؟ طبعا. خلاص تعالى معايا. على فين؟ هنروح القسم. يا ابني مش تفهمني اروح القسم اعمل معاك ايه؟ هتعمل كومبارس خيال مآتة. خيال مآتة؟ يا ابني انت مش معاك كارنيه النقابه؟ طبعا، ومعايا كمان كارنيه عضويه الحزب. قشطه، يلا بينا. يلا بينا فين؟ مش تفهمني الاول؟ يا عم هفهمك كل حاجه في السكه، انت هتعمل لي فيها محامي بجد. يلا. مش جاي معاك. هديك 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايوه. طب يلا بينا، مستني ايه؟ أنا بكرر آسف يا دكتورة شمس الأصيل على الموقف السخيف اللي حصل ده. دونت وري، ولو إني عمري ما هنساها أبدا. أنا أدخل الخشيبة. اسمها التخشيبة يا طنط. اتس فيري ديرتي، مش عايزة أعرف اسمها. اكسكيوز مي يا دكتورة، أنا متأسف جدا. دونت وري. أنا الحقيقة كنت مكلف بأمر الضبط من العميد فايد، ما كنتش أعرف إن حضرتك صاحبة البلاغ. مش أنا لوحدي صاحبة البلاغ، الشباب دول هم اللي طلبوا مني أبلغ عن المجرم اللي اسمه رورو. طب وليه يا شباب ما حدش جه فيكم يبلغ بنفسه؟ بصراحة أنا فكرت مرة في كده بس خفت. خفتي؟ خفتي من إيه يا بنتي؟ من تهديد وإرهاب المجرمين، شورلي. لا مش بس كده. أمال خفتي من إيه؟ خفت يقطعوا عليا المية والنور. يقطعوا عليك المية والنور؟ إزاي يعني؟ بصراحة أنا مدمنة وما أقدرش أعيش من غير كيف. هتودينا في داهية. هم اللي دفعوها للإدمان يا سيادة العميد عشان يستغلوها في أغراضهم الديرتي. من فضلك يا دكتورة مفيش كلام من غير إذن، ها؟ ده تحقيق، أوكي؟ أوكي. أنت اللي اسمك عيشة؟ أيوه. هاي عيشة، ومدمنة عليه بقى بالظبط يا عيشة؟ على كله. عادي النيلة البت ضيعتنا. باين عليها ميسة. قلت مفيش كلام من غير إذن. حاضر يا باشا. ها قولي لي يا عيشة، انت بتتعاطي ايه من اصناف المكيفات؟ كله. كله؟ يعني ايه؟ يعني بانجو وحشيش. وايه كمان؟ كروسات وماكس. ولسه عايشة يا عيشة؟ ده انت خربانة خالص. كلنا خربانين يا باشا. لا إلا أنا، كله إلا أنا. اسكت يا ولد، لما ابقى اسألك يبقى اتكلم. ما أنا كده هروح في الكازوزة يا باشا، أنا ما بدخلش سجارة، ما تقولي لهم يا طنط. ويت راج ويت. ويت إيه يا طنط؟ ده أنا اتبليت. ادي فرصة للست العميد يسمعكم كومبليتلي عشان يعرف ويتأكد إن أنتوا فيكتمز. فين ربيع الرورو؟ يا نعم. فوت قدامي. على فين ان شاء الله؟ على الأوبرج يا اخويا. كده؟ ايوه. يبقى في صحتك مقدمه. ده انت باين عليك عديد الاجرام قوي. ليه كده بس؟ ليه؟ الظلم حرام. في صحتك يا شويش. الأوبرج الأوبرج. يلا يا حبيبي يلا.
يا حضرة الأمين من فضلك عاوز أقابل السيد رئيس المباحث. طول بالك شوية يا أستاذ. ما أنا بقالي ساعة واقف قدامك، ما تتكلم يا أستاذ. لو سمحت خش بلغ رئيس المباحث ان الاستاذ تامر البياص المحامي طالب مقابلته فورا. تامر الايه؟ البياص المحامي. طب يا استاذ بياص، انا ما اقدرش اخش لحضرته طول ما اللمضه الحمراء منوره على الباب مكتبه. اسمع اللي بقولك عليه يا امين، لان انا مش بس محامي، لا انا كمان عضو في حزب صيحة الامة المعارض. طب يا سياده المعارض بلاش تعارض عشان انا ادخلك. هتدخلني امتى؟ لما اللمضه الحمراء تطفي. انا يظهر اني هبدا اتعصب. لا يا استاذ بياص اهدى، امال مش كده. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانت تعلم ان اللمبه الحمراء تثير اعصابي؟ بلاش تبص لها يا اخويا، ودي وشك في الحيط. انا اودي وشي ده في الحيطه دي؟ لو ما كانش عاجبك حطه في الارض واسكت خالص. لا مش هسكت. خف يا بياص، خف، مش كده، احنا في اسم شرطه. اخف يعني ايه؟ يعني ما تبيصش كتير يا اخويا، هيبعزقوا كرامتنا. لو سمحت ممكن اقابل عميد فايد فريد رئيس المباحث؟ مين حضرتك؟ منير شمس الاصيل وكيل وزاره الاسكان. ايه ده بابا؟ ضياء انت عرفت ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه هنا؟ جاي اطمن على اسراج وعمتي. هو اسراج قبضوا عليه هو كمان؟ ايوه يا بابا. يا دي المصيبه المهببه بطين اسود. خلاص يا بابا معلش، اطمن. طب ما تعرفش هم قبضوا عليهم ليه؟ خلاص بقى يا بابا اطمن، انا جبت محامي. محامي؟ ايوه عشان يحضر التحقيق. تامر البياص المحامي براءة مؤكدة وأكيدة بإذن الله. براءة من إيه إن شاء الله؟ الحقيقة ما عنديش أدنى فكرة. لا ما هو باين يا أستاذ بلاص. لا حضرتك البياص يا فندم. يا سيدي ما تزعلش قوي كده، ده حتى البلاص لها معنى. خلاص بقى يا بابا قلنا اطمن. أطمن إيه؟ إيه اللي أطمن إزاي؟ ما تقول كلمة تناسب الموقف يا غبي. في يا بابا مالك تايه ومتنرفز كده؟ لا مفيش حاجة، حصل خير. اطمن يا باشمهندس. ادي اللي جالنا من امريكا وبتوع امريكا يا اختي. ما تصلي على النبي يا ماما، وكفايه ولوله بقى. ياني ما كنتش اولول على ابني حبيبي ضنايا، ولول على مين يا بنت؟ يا ستي ما تولوليش خالص، ربنا ان شاء الله ما يجيبش ولوله. خير ان شاء الله يا ماما. خير منين يا اختي؟ خير منين؟ من اللي رماه الطير؟ طير ايه بس يا ماما وبتاع ايه؟ طير الخراب اللي معشش جوه عشتنا قلب كياننا يا اختي ونكش حرير فرشتنا. انا مش فاهمه يا ماما ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده، وتقصدي مين بقى؟ تقصد طنط نور طبعا. طنط نور؟ مكتوب عليا اتألم يا بنتي ولا اتكلم. ليه يا ماما؟ هتتكلمي تقولي ايه تاني بعد اللي قلتيه؟ من يوم ما هلت علينا والهم داير بيفر حوالينا يا اختي. يا ماما ما يصحش كده يا ماما، طنط نور دي انسانه عظيمه. ايوه يا اختي عظيمه بس جابت لنا قله القيمه. انا وابوكي عمرنا ما دخلنا ثانيه بيت. ليه بقى يا ماما؟ عمركم ما عملتوا بطايق شخصيه؟ ارجوك يا باشا صدقني. اصدقك في ايه بقى؟ انا ما اعرفش الشباب اللي بيتهموني دول، هم مش قالوا قدام حضرتك ان عمرهم ما شافوني؟ ما انت اصلك زي الشيطان يا بارون، تلدع ولا تتشافش. صدقني ما اعرفهمش. والملفات اللي لقيناها في درج مكتبك وفيها صورهم ومعلومات عن حياتهم الاسريه والاجتماعيه، ده غير الاوراق الخطيره اللي عليها امضاءاتهم، هتقول فيها ايه؟ مش عارف اقول ايه. قول لهم الصراحه يا بارون، ما احنا خلاص وقعنا في الانكيس ومفيش خلاص من البوليس. اخرس يالا، سبب وقلت لك ما تنطقش الا لما اسالك. يا باشا انا بحاول الخص عشان اريحك. تريحني من ايه يا اخويا؟ من السين والجيم والكلام الحمضان ده كله. الكلام الحمضان؟ عايزين نقصر ايه يالا؟ نقصر مشوار ونتكل على السجن وكل حي يشوف مصلحته. لا انا مش عاوز اروح السجن ارجوك. امال
تحب نوديك فين يا بارون؟ انا اسف جدا، واوعدك مش هعمل كده تاني، ارجوك. اخرس يالا، تضحك على ايه؟ على المعلم الكبير اللي فاهم نفسه عيل صغير في المدرسة وبيتأسف للأبلة. اخرس يالا، ده انت سايكوباتي شرير. هو اللي علمني المعلمة وخلاني امشي في طريق الغلط. حقك عليا يا معلم، مش هعمل كده تاني. انا متأسف اوي، مش هعمل كده تاني. كتم يالا لا كايلك. عايزين نقصر يا باشا ونخلص بقى. الله، اخرس يا شيطان، اللي زيكم لازم ياخدوا اعدام. وماله، كل اللي يجي منك بغاشة يا باشا. اخرس يالا، اخرس. انا عايزه اروح بيتنا، مش عايزه اروح مصحات انا. You must trust me. لازم تثقوا فيا. العلاج من الإدمان هو الخطوة الأولى للحياة السعيدة. حق قوي. سعادة يا طنط، احنا خلاص انتهينا، مفيش مننا امل. You are foolish. ضعيف. ما انا عارف. لازم تبقى قوي. مش عايز، انا حلو كده. اوكي. Go to prison. بريزون؟ يس، السجن. اعوذ بالله من ام البهدله. مفيش قدامكم غير حاجة من اتنين، witness or guilty. يعني ايه؟ يعني يا تبقوا شهود وتطلعوا من هنا على الهوسبيتال وتتعالجوا وتبقوا حلوين، اور ايه؟ يا تبقوا مذنبين وتخرجوا من هنا على السجن. اختاروا انتوا بقى. نختار ايه؟ witness or guilty. witness. witness.